معلش بس يا جماعه محتاجين نقف وقفه كده ونتكلم عن عظمه الكتاب ده، عشان انت لو نفسك تحقق اي حاجه في حياتك، والله العظيم اي حاجه في حياتك، الموضوع كله في جمله واحده، جمله واحده بس احنا بنتكلم عن كتاب اسمه Think and Grow Rich، فكر وازداد ثراء. هو كذا تشابتر بس انا هنتكلم النهارده عن تشابتر مهم قوي، تشابتر 2 بيتكلم عن الرغبه المشتعله، البيرنينج ديزاير، ان انت تكون عايز تعمل حاجه في دماغك ما بتفكرش غير فيها، ما بتعملش اي حاجه عندك شغف ليها ان انت كده كده هتحققها، ما تعرفش ازاي، حاجه من جواك كده بتقول ليه هتحققها، بس تفضل الحاجه دي جواك كل يوم بتصحى تقول انا هحقق الحاجه دي. بس الناس بقى بتعطل هنا. اول حاجه احنا بنعطل فيها ان احنا بنقرا الكتب دي ومن غير تنفيذ. انا كنت بعمل كده بس انا والله ابتديت باخد الموضوع بجد، اللي هو اي كتاب هقراه هبتدي انفذ على طول عشان حاجتين. اول حاجه عشان اتقدم لقدام ان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا، وتاني حاجه عشان افضل فاكر الدروس المستفاده من الكتاب ده. بالمناسبه لو مش عارف تشتري الكتاب ده ممكن تكتب لي تحت كتاب وهبعته لك PDF يا سيدي. نرجع للبيرنينج ديزاير، هي نقطه التحول او نقطه البدايه ليك، مش مجرد بقى امنيه عابره او حلم انت حاطه في حياتك، يا نفسي اكون مليونير، نفسي اكون مش عارف اعمل ايه، نفسي كل الكلام ده نفسك. بس بقى محتاجين نقف وقفه كده، وفي جمله بحب اقولها لاي حد: dreams without goals are just dreams. يعني ايه يا معتز الكلام ده؟ يعني الاحلام اللي بتيجي في دماغك اللي انت نفسك تحققها كلها بس ما بتاخدش الخطوه وتحط اهداف معينه وتكسرها لاهداف صغيره عشان توصل للحلم بتاعك، هتفضل احلام للاسف يا صديقي. انا اسف طبعا، انا عارف ان انا فاجئتك بس هو دي الحياه. يا معتز مغزى الفيديو ده ايه؟ تروح تجيب ورقه وقلم كده وتقعد تكتب معايا كلام انا بقوله. اول حاجه تكتبها ان انت تحدد هدف، بس يكون هدف كبير صعب المنال، وبعد كده هنقسمه على اهداف صغيره. حاول ما تحطش الفلوس كهدف، حط حاجه تانية هتوصلك للهدف بتاعك وفي نفس الوقت هتجيب منها فلوس. بعد كده حطينا الرغبه او الهدف اللي احنا عايزين نوصله، هنبتدي نقسمها على اهداف صغيره. الهدف اللي انت نفسك توصله ده محتاج تعمل ايه عشان توصله؟ محتاج تعمل 10 15 خطوه، وخلي بالك الهدف ده ممكن يكون بعد سنه، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، فمحتاجين هنا نتراست البروسيس. الحاجه بقى نعملها ان احنا نتخيل ان الهدف ده حقيقي ووصلنا له، حياتنا هتبقى عامله ازاي. دايما فكر بايجابيه بعد اذن حضرتك. محتاجين نقف وقفه هنا تاني معلش. ليه يا معتز المفروض نفكر بايجابيه؟ عشان we become what we think about. يعني احنا اللي احنا بنتخيله او اللي احنا بنقعد نفكر بيه، بالافكار اللي بتجيلنا سواء سلبيه او ايجابيه، هتجيلك في حياتك. وفي سياق الفيديو برضو احب اعرفكم على الفيجن بورد اللي انا عاملها. اعتبر بقى يا باشا الحاجات دي هي احلامك. يبقى ان شاء الله في فيديو نبقى نتكلم عن الفيجن بورد دي.